السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنعمل الكباب يا حبايبي بطريقة سهلة وبسيطة في الفرن. روعة، شايفين جمالها بقى ومستوية على الآخر. دي دعوة حلوة من قلبكم. تعالوا نشوف الطريقة. طبعا أنا عندي نص مفروم، نص لحمة مفرومة، عليه بصلة مبشورة، وعليه 4 معالق بقدونس مفرومين. عندي طماطمية مبشورة هحطها كلها وهسيب بس معلقة عشان بعد كده هنشوف هنعوزها يعني. وبعد كده عندي معلقتين ليا مبشوره، عندي كانت في الفريزر. اللي ما عندوش ليا ممكن اللحمه لما تشتريها تبقى دسمه شويه من عند الجزار. عندي معلقه صغيره بيكنج باودر. عندي بهارات، يبقى عندي هنا زنجبيل، وعندي بهارات لحمه، عندي توم باودر، وعندي فلفل اسمر. عندي طبعا الملح مش هننساه. طبعا انا مش هكتر في البهارات، انا بهاراتي ديت بس كده علشان برضو طعم اللحمه يبان. وبعد كده اهم حاجه هنقلبها شويه صغيرين، وبعد كده هنحط معلقتين دقيق علشان هنتعمل على تماسك الكباب بتاعنا. تمام كده. اهم حاجه بقى في اللي هو الكباب بتاعنا حبايبي، او اي نوع كفته انت هتعمليها، لازما العجن كويس جدا. لما هتعجنيها كويس جدا وتخدميها كويس هتديكي نتيجه هايله. لو انت بتعملي الكفته بتاعتك على اسياخ، او بتحطيها في صينيه، او بتعمليها على شبكه، صدقيني عمرها ما هتفك منك. اهم حاجه انك تعجنيها كويس جدا جدا. تمام كده. لغايه شايفين لغايه النتيجه دي، الانسجه كلها دخلت مع بعض، الخضره مع البصل مع دي كله مكوناته دخلت مع بعض كده بقت تمام. تعالوا بقى نشوف المرحله الثانيه. انا عندي صينيه فيها شويه زيت، وعندي بطاطس حلقات، وبصل حلقات. ده البطاطس والبصل على قد الصينيه اللي انت هتعمليها. طبعا بعد كده حطينا بقى زي ما انتم شايفين كده. البصل هفرغه كده من حلقاته بالشكل ده. بعد كده هحط برضو البطاطس. تمام. عايزه تحط البطاطس الاول، بعديها قبليها بعد كده البصل. ده اللي يريحك يعني، بس البصل عشان هو بينزل يعني شويه ميه كده، فعلشان الصينيه ما تتحرقش مننا تحت. تمام. هبهرها بقى بشويه يعني ملح وفلفل وحبه توم باودر. تمام كده. بعد كده هاخد بقى ايه قطعه اللحمه بتاعتنا، هبططها كده شويه بين ايديا، شايفين. وبعدين هحطها على البطاطس، وهدخلها جوه القطعه الاولانيه اللي انا عملتها، وهكذا علشان ما يبقاش فيهم فواصل يا حبايبي، علشان اللحمه بتاعتك تطلع قطعه سليمه. لازم تدخليها جنب اختها كده كويس. شايفين انا ببططها ازاي؟ اضغط عليها كده في الصينيه علشان كلها تبقى سوا واحد، وتبقى كلها نفس السمك. تمام كده لغايه ما اخلص اللحمه بتاعتي. خلصتها بقى. اهم حاجه كده من الجوانب اسويها واضغط عليها كويس كده. تمام. بعد كده بقى ايه اللي هي الرسمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. انا عندي طبق فيه شويه زيت هوريه لكم دلوقتي. احط اطراف صوابعي فيه علشان اللحمه ما تلزقش فيه، وبعد كده هقسم الصينيه بتاعتي الاربعه زي ما انتم شايفين كده. تمام. اهو الطبق فيه حبه زيت. بعد كده هعملها مثلثات، يعني كل مربع هقسمه 2 يبقى مثلثات، يبقى بالشكل ده. اظن طريقه سهله جدا. عايزه تعمليها بالشوكه، بس مش يعني ما انصحكيش انك تعمليها بالشوكه، لانها مش هتديكي نفس النتيجه ديت. بعد كده بقى انا عندي طماطم، وعندي ده فلفل اللي هو بارد. عايزه تحطي حامي مفيش مشكله، بس انا حطيته كده علشان يعني يدي شكل. وعلى فكره ممكن تدخليها كده من غير ما تعملي الكلام ده كله، يعني على اساس ان هي التزيين النهائي. بس يعني احنا قلنا تغيير في الشكل وفي الطعم كمان. الفلفل كده مع الطماطم صدقوني مع الكباب ده رهيب بصراحه، بيتاكل كده اكتر من اللحمه كمان. هنحط بقى كده شرايح الفلفل في اللي هي الفتحات اللي احنا عملناها كده، والطماطم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اظن سهل جدا، يعني مبتدئات في المطبخ يعملوا صينيه كباب تطلع تحفه ان شاء الله من ايديهم بطريقه سهله جدا زي ما انتم شايفين. دي معلقه بقى اللي هي بشر الطماطم اللي انا قلت لكم تسيبوها في الاول في المقادير يعني. هنبهرها برضو حبه ملح وحبه فلفل بس كده. قلبتها، وبعد كده بالفرشه وهبدا اهي زي ما انتم شايفين كده امسح على كل اللي هي الطماطم والفلفل طبعا، واللي هو جزء اللحمه ده طبعا بيديها لون كده جميل كده حلو. وبرده بيطعم اللحمه والفلفل بتاعتنا والطماطم. طبعا هحطها في فرن على حراره 200 في الرف الاوسط، ولما تستوي هنطلع ونشوفها سوا مع بعض.
ان شاء الله. يعني هي تاخد من نص ساعه لساعه الا ربع على الرف الاوسط. شايفين ما شاء الله تبارك الله بعد ما طلعت طبعا سخنه يعني سخنه خالص. هسيبها بقى تبرد شويه كده ما شاء الله تبارك الله، ونقطع بقى منها ونشوف وندوق اللي هو الكباب الجميل بتاعنا ده بطريقه ممتازه ممتازه ممتازه. اقول لكم يا جماعه بجد والله تحفه. يعني بص بقى البطاطس بقى تحتيه اصلا يعني مش مستويه بس اصلا مهريه. اللحمه ما شاء الله تبارك الله الكباب نفسه واو يعني كده. شكل القطعيه كانك انت بتاكلي حته جاتوهيه كده صغنونه. شايفين الجمال والروعه يعني. واو في الاخر يعني ما شاء الله يعني بالف هنا وشفا للي ياكلها يعني واللي كلها كمان يعني. اتمنى فعلا ان الفيديو يرضاكم ويعجبكم. شايفين انا بوريكم كمان البطاطس يا جماعه مهريه مش متحمله كمان. شايفين اللحمه بقى لونها وجمالها وطعمها ما اقول لكمش عليه خطير. اتمنى ان الفيديو يرضاكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في قناتي، اضغطوا زر الجرس يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه.